محطات في حياة ملك الجمل قدمت شخصية إذاعية شهيرة وحادثة صادمة كانت سببا في وفاتها. ولدت ملك الجمل ببورسعيد عام 1929. تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، كما درست بالمعهد العالي للسينما. كانت بدايتها الفنية عام 1951 في فيلم طيش الشباب، وبعد ذلك قدمت الشخصية الإذاعية الشهيرة خالتي بامبا، والتي نجحت جدا وقتها، وهي الشخصية الثرثارة التي تقدم عادات وتقاليد المجتمع. وما لا يعرفه الكثيرون أن ملك الجمل لها أدوار رائعة على المسرح القومي. تزوجت ملك الجمل وكان لها ابن وحيد، وفي أواخر أيامها كانت تحب أن تقضي وقتا مع حفيدها. وفي أحد الأيام نزلت ملك الجمل بصحبة حفيدها، وللأسف حدثت للطفل حادثة سير وهو معها، توفي على إثرها، مما أصاب ملك الجمل بالاكتئاب الشديد، ليتوفى ملك الجمل بعد هذه الحادثة بفترة قصيرة عام 1982 عن عمر